السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. يا ريت قبل ما نبدأ ما ننساش إن احنا نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في الفيديو ده جايب لحضراتكم أول تصريح رسمي من مدرب منتخب كوت ديفوار. التصريح ده بيوجهه بصورة مباشرة للجمهور الجزائري عشان يشيل الضغوط من على لعيبة كوت ديفوار ويحطها على لعيبة المنتخب الجزائري الشقيق. ولكن أنا متأكد ان لعيبه الجزائر جدها وجدود، وباذن الله يتخطوا مباراه كوت ديفوار، لان المباراه ديت هتكون حاسمه في البطوله نظرا لقوه منتخب كوت ديفوار وايضا مدرب منتخب كوت ديفوار. وايضا هنشاهد في الفيديو ده تصريح مهم جدا لصحفي موجود على قنوات البي بي سي سبورت بيوجهه بصوره مباشره ايضا للناس اللي بتشكك في قدرات الجزائر في تنظيم المحافل الدوليه الكبرى. تابعونا للنهايه وان شاء الله الفيديو يعجب حضراتكم. معاكم اخوكم احمد من قناتكم قناه الخبر مع المذيع، وكالعاده يا ريت تشاركونا برايكم في التعليقات، وما تنسوش تنشروا الفيديو ده على صفحاتكم، واللي مش مشترك معانا في القناه شرف كبير ان هو يكون متواجد معانا، ويا ريت تفعلوا زرار الجرس على وضع الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا الجديده. ويلا بينا مع بعض نشوف مدرب منتخب كوت ديفوار بيتكلم وبيقول ايه، وبعد كده نشوف الصحفي اللي بيتكلم علشان الجزائر 2023. تصريحات مدرب منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة منتخب الجزائر. مدرب منتخب كوت ديفوار متخوف بشكل كبير من ضغوط الجمهور الجزائري أكثر من خوفي من مواجهة المنتخب الجزائري نفسه. أكد مدرب منتخب كوت ديفوار أن مهمته أمام منتخب الجزائر لن تكون مهمة سهلة في الدور المقبل من بطولة أفريقيا للعيبة المحليين. وأكد المدير الفني في الندوة الصحفية عقب انتهاء مباراة أوغندا عندما علم أنه سوف يواجه منتخب الجزائر الشقيق، أكد المدير الفني أن هذه المواجهة سوف تكون من العيار الثقيل. وأكد أيضا أنه متخوف بشكل كبير من ضغوط الجمهور الجزائري الذي يحضر في جميع المباريات وبشكل مخيف جدا جدا. وأكد أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة على المنتخب الإيفواري. وأكد أيضا أنه سوف يسعى بكل قوة للتخطي عقبة منتخب الجزائر الشقيق. واحنا بنرد عليه وبنقول له ان بالفعل جمهور الجزائر قطع جميع التذاكر لمباراة منتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار. التذاكر نفذت تماما منذ اليوم الاول لعرضها، عشان ااكد لحضراتكم رسالة مهمة جدا جدا ان الجمهور الجزائري سباق وفي اي حتة هتلاقيه وبيدعم منتخب الجزائر. تصريحات المدير الفني الخاص بمنتخب كوت ديفوار تصريحات صعبة جدا جدا، بيشيل الضغوط من على لعيبة منتخب كوت ديفوار وبيحطها على لعيبة الجزائر، لانه عارف ومتأكد ان حضور الجمهور الجزائري في الملعب هيكون له مفعول قوي جدا جدا على لعيبة المنتخب الجزائري. فهو بيحاول يشيل الضغوط ديت ويحطها على لعيبة الجزائر. فعلى لعيبة الجزائر ان هي تنسى تصريحات المدرب وتبص على مجريات المباراة، تضغط من اول دقيقة وتحاول تأمن خطوطها، لان ما ينفعش بأي حال من الاحوال ان الجزائر يستقبل هدف في المباراة دي، عشان الموضوع ما يصعبش. اي هدف هيجي في منتخب الجزائر لا قدر الله هيصعب عليه المهمة، واحنا مش حابين الكلام ده خالص. عشان كده لازم نأمن خطوط الدفاع الاول، وبعد كده نبدأ نبني الهجمة بشكل كويس، وان شاء الله التوفيق يكون حليف لمنتخب الجزائر الشقيق. نروح بقى على الشق الثاني من الفيديو، وهو تصريحات مهمة جدا لصحفي متواجد على قنوات البي بي سي سبورت. الصحفي ده بيسألوه عن شان الجزائر، فأكد لهم ان شان الجزائر بطولة فريدة من نوعها، وانه منبهر وبشكل كبير جدا من تنظيم الجزائر البطولة، وكمان الملاعب الجميلة جدا جدا اللي دشنتها، وقدرت الجزائر في فترة قليلة ان هي توفر الكمية ديت من الملاعب، وكمان حضور الجمهور في المدرجات له عامل مهم جدا جدا على نجاح شان الجزائر 2023. واكد كمان الصحفي ان هو زار جميع ملاعب الجزائر المستضيفة للبطولة، والشيء اللي لفت نظره في الموضوع هو الجمهور الجزائري وعشقه لكرة القدم. طبعا الصحفي ده بيوجه الرسالة ديت للناس اللي بتحاول تشكك في قدرات الجزائر على تنظيمها للمحافل الكبرى. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. بتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.